السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحبايبنا من كل مكان. يسعدني ويشرفني يكون متواجد معانا هنا الأستاذ كرم فريد. هنتكلم عن سلسلة الجينات الحمام، ودي كانت مطلوبة مني كتير جدا على القناة، وكان يعني كل المشتركين القناة وأصدقاء كتير كلمونا في الموضوع ده، حابين إن هم يعرفوا معلومات أكتر عن علم جينات الحمام، وطبعا هنعرفها بحلقات متتابعة مع الأستاذ كرم فريد. أستاذ كرم منور الدنيا كلها والله. ربنا يكرمك، الدنيا منوره بيك، ومبسوط جدا ان انا اكون معاك النهارده في قناه لفت عمرو اشرف. ويسعدني ان انا البي طلب اصدقائنا الهواة مشتركين ومتابعين قناه لفت عمرو اشرف اللي طلبوا مننا ان احنا نتكلم بتفاصيل اكتر عن علم جينات الحمام. وبرضه مبسوط بوجود حبيبنا وصديقنا الغالي اسلام الابيض. برحب بيك حبيبي يا استاذ كرم، ربنا يبارك لك. ربنا يخليك يا ابو ياسين. حبيبي يا باشا. اتفضل يا أستاذ كرم. احنا باذن الله تعالى هنتكلم في سلسله كده هنسميها علم جينات الحمام، سلسله متتابعه في حلقات متتابعه. هنبدا نتكلم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في حتت كده منفصله، وكنا كتبنا برضو مقالات على الفيسبوك من فتره. هنحاول نجمع الكلام اللي قلناه كله قبل كده ونضيف عليه حاجات تانية، بحيث يبقى كل المعلومات اللي هي قلناها قبل كده واللي هنقولها نجمعها كلها في مكان واحد في حلقات في شكل سلسلة متتابعة. ونبدأ بإذن الله النهاردة نتكلم عن الحكاية من أولها. الحكاية من أولها بمعنى إن احنا هندي كده مقدمة عشان نطمن حبايبنا الغواي إن علم جينات الحمام ده هو إزاي مفيد، وازاي نقدر نطبقه واحنا مطمنين للمعلومات بتاعته ان هي معلومات سليمة 100%. في كده مقولة بتتقال، حابب ان انا ابدأ بيها. يعني انا من قعداتي قاعد مع اصدقائنا الغواي، في بعض الغواي بتتكلم بتهاجم علم الجينات، وبعض الغواي بتستفسر. سواء دول او دول مفيش اي مشكلة، احنا لازم ان احنا نرد على الناس كلها واسئلة الناس كلها. في كده حاجة الناس بتقولها، سمعتها من اكتر من شخص، بيقول لك مفيش حاجة اسمها علم جينات الحمام، مفيش حاجة اسمها جينات الحمام. هو قصده ايه من الكلمة دي؟ قصده ان في حاجة اسمها قواعد الوراثة عموما، اللي هي خاصة بكل الكائنات الحية، الانسان والحيوان والطيور وكل شيء، كل الكائنات. الكلام ده فيه جزء صح وجزء غلط. الجزء الصح ان في حاجة اسمها علم جينات الحمام، او الجزء الغلط اللي هما بيقولوا لا في حاجة اسمها علم جينات الحمام. الجزء الصح ان احنا بقى بنقول ايه؟ ان علم الوراثة بوجه عام ده هو اساسيات علم الوراثة اللي بتنطبق على الحمام، لكن بيضاف ليها الابحاث الخاصة اللي اتعملت على الحمام. واحنا بنتكلم مع حبايبنا مشاهدين القناة، هننزلهم دلوقتي صورة لكتاب اسمه وراثة الحمام لعالم كبير من العلماء المعاصرين، الدكتور اكسل سيل. الكتاب ده اللي هو اسمه وراثة الحمام او جينات الحمام، هننزل لهم الصورة بتاعته. وعندنا كمان بنثبت بيها ان في حاجة اسمها علم جينات الحمام. دي مجلة عالم الطيور، دي كانت بتصدر في السعودية من فترة، يعني من كذا سنة. فيها هنا في صفحة 8 مقالة مترجمة لدكتور اسمه كيم فيدرا. اسمها ايه يا عمرو بقى؟ اهي مقدمة لجينات الحمام. لجينات الحمام، مقدمة لجينات الحمام، مكتوب اسم الدكتور. الدكتور كيم فيدرا. يعني هو في حاجة اسمها جينات الحمام، مش زي ما اخواتنا بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها جينات الحمام. ده برضو عندنا حد دكتور ويلارد فيشر هولندر. بعمل لكم عليه فوكس اهو عشان يبان. هاتوا كده السكر بعيد عن الاضاءة، افتكر واضح كده معانا خلاص. تمام.
بصوا هتلاقي العنوان اللي مكتوب على المجلة من بره: أكثر من 70 عاما في أبحاث جينات الحمام. الراجل ده بيسموه أبو علم جينات الحمام. هو توفى سنة 2004، كان متقدم في العمر جدا. هو باحث كبير جدا وعالم كبير قوي قوي، كان في إحدى الجامعات الأمريكية. بيقال إن الدكتور هولندر كان في معلومة كده إن هو كان جاي مصر عشان يتفرج على الحمام المصري ويتعرف على الجينات بتاعته. لكن هو المعلومة دي اتقالت في مجلة، بس هل هو جه مصر ولا ما جاش؟ مفيش بقى تأكيد على الحتة دي، يعني ما عندناش معلومات. لكن هو من المعلومات المؤكدة هو سافر تركيا عشان يبحث عن الحمام اللي هناك في تركيا ويتعرف على جينات الحمام التركي. الدكتور هولندر هو بيسموه أبو علم جينات الحمام، وهنلاقي إن الراجل ده له فضل كبير قوي قوي على المعلومات اللي هي بتتكلم عن جينات الحمام. وهنجيب سيرته إن شاء الله تباعا في السلسلة بتاعتنا. يبقى دي كانت أول حتة عايزين نقولها لأصدقائنا الهواة اللي هم بيقولوا مفيش حاجة أصلا اسمها علم جينات الحمام. تاني حاجة، في برضو حاجة بتتقال يقول لك علم جينات الحمام اللي اتعمل في أوروبا وأمريكا بينطبق بس على الحمام الزينة وعلى الحمام الزاجل، ما بينطبقش على الحمام الغزار بتاعنا. والكلام ده برضو كلام مش دقيق وكلام غلط. ليه الكلام ده غلط؟ الحمام المصري هو ضمن حاجة كبيرة كده اسمها الحمام المستأنس. الحمام المستأنس والمصطلح اللاتيني بتاعه كولومبا دوميستيكا، كولومبا دوميستيكا أو كولومبا ليفيا دوميستيكا. كولومبا دوميستيكا أو كولومبا ليفيا دوميستيكا دي معناها، هي الكلمة اللاتينية معناها الحمام المستأنس. الحمام المستأنس ده بيضم الحمام الزينة بجميع أنواعه، بيضم الحمام الزاجل، بيضم الحمام بتاع إنتاج اللحم، بيضم الحمام التبلر الباكستاني اللي هو موجود عندنا في مصر دلوقتي ومنتشر، اللي بيتعمل له سباقات طيران وقت طويل، بينطبق على حمامنا المصري الغزار. الحمام اللي هو المستأنس اللي هو كولومبا دوميستيكا أو كولومبا ليفيا دوميستيكا، الحمام ده كله هو بينحدر من نوع اسمه كولومبا ليفيا، بينحدر من الكولومبا ليفيا. الكولومبا ليفيا ده اللي هو الحمام البري اللي هيظهر صورته دلوقتي قدام حضراتكم، اللي هو الحمام ده اللي انحدر منه كل الانواع دي عن طريق الطفرات والتهجين. فاحنا كمان هننزل شوية صور دلوقتي قدام حضراتكم بتثبت ان مثلا في نفس الوان الحمامنا المصري اللي موجود عندنا، زي الاحمر غزار، زي الحجري، زي الازازي، انواع كل الالوان اللي موجوده عندنا دي موجوده في حمام الزينه وموجوده وممكن تتواجد في الحمام الزاجل، مفيش اي مشكله. فمعنى كده ان حمامنا هو بينطبق عليه نفس القواعد بتاعه علم الوراثه اللي اتعملت في اوروبا على حمام الزينه او الزاجل. دي كانت برضو نقطه مهمه، والصور حضراتكم هتشوفوها وتقدروا تقارنوا ما بين الوان حمامنا المصري بعد حمامنا المصري والالوان بتاعه الحمام الزينه اللي بتثبت ان حمامنا المصري بينطبق عليه كل ما تم التوصل ليه في علم الجينات اللي اتعمل في اوروبا وامريكا واشتغلوا عليه من اكتر من 100 سنه.
يرد برضو على الاسئله او الاتهامات احيانا اللي هي بتتقال لحته الموضوع علم الجينات. هو برضو بيقولوا هو ازاي العلماء توصلوا علم الجينات. هما بيقولوا بعض الروايات بتقول ان الكلام المعلومات اللي احنا بنقولها في الجينات دي هي تخمينات او احتمالات، ما هياش معلومات مؤكده. فانا بحابب اقول لهم لا، الكلام ده غلط. الكلام بتاع قواعد علم الجينات دي العلماء اللي توصلوا ليها عن طريق تجارب عمليه على الحمام. زي ما احنا قلنا من شويه ان الحمام المستأنس اللي هو اسمه كولومبا دوميستيكا او كولومبا ليفيا دوميستيكا هو منحدر من سلالة الحمام البري اللي هو اسمه كولومبا ليفيا. الكولومبا ليفيا ده اللي هو الحمام البري الازرق اللي هننزل الصورة دلوقتي بتاعته. ده بيعتبر المعيار اللي هو بيتقاس عليه اي تغير في شكل الحمام. يعني مثلا انا بقارن ما بين صافي في عظمه وما بين الكولومبا ليفيا، فبص الصافي عظمه ازاي والكولومبا ليفيا ده عظمه عامل ازاي. فالمنقار ده حصل له ايه؟ ده طفرات ظهرت متدرجه لغايه لما وصلنا للشكل ده، والروايه ثبتتها مع الزمن. هو بيقال ان الحمام ده الحمام المستأنس اخد فتره حوالي 4000 سنه عشان يظهر بالشكل اللي احنا نعرفه عليه دلوقتي، سواء كان حمام الزينة او حمام الزاجل او حمام الغزار او كل الانواع بتاعت حمام المستأنس. كنت عايز انا كنت عايز اسال سؤال يا استاذ كرم. يعني معنى كلام حضرتك في حته الحمام البري، الحمام ده هو اصل الحمام؟ هو اصل الحمام. هو يعني هو اصل تركيبه الحمام. هو الاصل. بص يا عمرو، عشان نبسط الحته دي لحبايبنا، بس ممكن الناس تستغرب تقول لك ازاي الصافي ده جه من بري. ايوه فيعني انا عايز اقعد على الحته دي. لحبايبنا الرواي انا عايز اقول لهم بالظبط زي الانسان احنا عندنا بنؤمن ان الابوين الاولين هم ادم وحواء، سواء المسيحيين او المسلمين او حتى عند اليهود. تمام، كل الاديان السماويه دي بتؤمن ان الانسان ده اتخلق ادم وحواء، ابونا ادم وامنا حواء، وانحدر منهم كل الجنس البشري. تمام. طيب احنا بنشوف تنوع في الجنس البشري، بنشوف مثلا تنوع في لون البشره. تمام، بنلاقي حد لونه اسمر، بنلاقي حد لونه ابيض، بنلاقي حد لونه ابيض قوي اشقر. تمام، فهنا في تنوع في لون البشره. بنلاقي تنوع في احجام الجسم، لو واحد طويل جدا وجسمه ضخم، واحد تاني رفيع وجسمه قصير. تمام، فبنلاقي تنوع في احجام الجسم في الانسان. حلو كده معايا. بنلاقي تنوع مثلا في حته لون الشعر في الانسان. بنلاقي تنوع في حته كثافه الشعر على الجسم والشكل. واحد بيبقى جسمه بالظبط. كل التغيرات اللي موجوده في الانسان دي حصلت بالطفرات. نفس الكلام برضو حصل في الانسان. في الحمام. حصل في الحمام. الحمام هو كله نتج من الحمام البري. بس عايز اوضح الحته دي. هو في كان العلماء في الاول بيقولوا ايه؟ ان الحمام البري اللي هو كولومبا ليفيا هو ده الاصل الوحيد اللي طلع منه كل الحمام المستأنس. تمام. بعد كده جه علماء تانية اثبتوا ان لا، في اكتر من سلالة من الحمام البري تم دمجها مع بعضها او انتاجها مع بعضها ونتج منهم الحمام المستأنس. وبعد كده الحمام المستأنس ده اللي طلع ابتدى بطريقة التهجين يظهر منه انواع تانية. يعني احنا عايزين نقول ان الحمام المستأنس بجميع انواعه، الغزار منه تمام، والزينة والزاجل والحمام انتاج اللحم والحمام التبلر الباكستاني، كل الحمام ده ظهر بطريقتين. ظهر بطريقة الطفرات، يعني اي تغير حصل في شكل الحمام البري، تمام، من شكل الحمام البري لاي نوع تاني، دي الطفرات. تمام. والحاجة التانية اللي هي طريقة التهجين. تهجين يعني ايه؟ يعني ممكن ادمج صفات من سلالتين في سلالة واحدة. تمام. الكلام واضح؟ تمام.
ولينا احنا بحث كبير قوي عاملينه، موضحين فيه كل الكلام ده، اسمه كيفية نشأة الحمام المستأنس. احنا عاملينه مترجم، يعني احنا ترجمناه من مراجع كتيرة ومنزلينه، قعدت فيه سنة عشان اعمله البحث ده. اتفضل. استاذ كرم، يعني ايه حمام مستأنس؟ يعني ايه كلمة مستأنس؟ تمام. الحمام المستأنس يعني الحمام اللي هو بنربيه داخل ايه؟ الاقفاص، يعني اللي احنا بنستأنسه، اللي الانسان بيستأنسه بيربيه داخل سلكات، بيربيه ويقدر يطير ويرجع تاني. ده الحمام المستأنس اللي احنا قلنا، زي الزاجل، زي الزينة، زي الغزار، زي التبلر الباكستاني، زي حمام انتاج اللحم. الحمام البري عكسه بقى، اللي هو الحمام اللي انت بتشوفه كده، ده اللي هو بيبقى عايش في الطبيعة بدون ما يتدخل الانسان في حياته. تمام. حلو كده اهو. تمام. فهنا احنا عايزين نقول ان علماء جينات الحمام توصلوا للقواعد اللي هم توصلوا ليها دي عن طريق ان هو بيتعلم اساسيات علم الوراثة بوجه عام. وعندنا هنا يعني حاجة كده، عينة من العينات، ده مثلا اسمه الوراثة البيولوجية، كتاب هايل جدا، كتاب جميل جدا، بيتكلم عن علم الوراثة، أساسيات علم الوراثة في الكائنات الحية عموما، في الإنسان، في الحيوان، في الطيور، في كل الكائنات الحية. الكتاب ده تمام؟ الكتاب ده 850 صفحة، ده بيتكلم فيه عن أساسيات الوراثة، الوراثة البيولوجية، أساسيات علم الوراثة بوجه عام، مش في الحمام بس. دي أساسيات علم الوراثة اللي هي بتخص كل الكائنات الحية. عالم الجينات اللي هو توصل لمعلومات عن جينات الحمام، هو بيدرس أساسيات علم الوراثة بوجه عام، ويبدأ يعمل أبحاثه على الحمام بشكل عملي. يعني زي ما احنا قلنا كده، مثلا هو بيجيب الشكل اللي هو حمامة قريبة من الشكل البري، بيجيب حمامة مثلا من الحمام الزاجل، لونها بلو، لونها أزرق، تمام، ويكون عنده يعني عارف ان هي السلالة دي جاية بيور، ما كانش فيه في الاجيال اللي فاتت منها اي لون غير الازرق ده، ازرق بخطين، تمام، تمام. بلو بار، ازرق تمام. بخطين. ده اللي بيجيبه، ويجيب مثلا اي جين ظهر جديد هو مش عارف الجين ده ايه، تمام، ويبدا يعمل التزاوج مع الحمام الازرق ده، ويشوف النتائج بتاعته ويسجلها على مدى اكتر من جيل لغايه ما بيتعرف على الجين ده. يعني في حاجه اسمها مثلا، زي ما هنقول تباعا برضه، حاجه اسمها جين متنحي، حاجه اسمها جين سائد، حاجه اسمها جين متنحي مرتبط بالجنس، حاجه اسمها جين سائد مرتبط بالجنس. وهنوضح طبعا كل المصطلحات دي شويه بشويه في الحلقات اللي احنا هنتكلم فيها. وبيقول النتائج اللي هو بيتوصل لها بعد فتره من البحث والانتاج العملي والنتائج العمليه اللي هو بيكتبها. بيقول يا جماعه ان هو مثلا لو هنفترض اللون الاحمر غزار، اللون بتاع الاحمر غزار ده اسمه ريسيسيف ريد، الاحمر المتنحي. اللون الاحمر المتنحي ده هو الجينات بتاعته جين متنحي غير مرتبط بالجنس. هو توصل المعلومه دي ازاي؟ بالنتائج العمليه، مش بالاحتمالات او بالتخمين. جميل. وعلى كده بقى يعني قيس كل حاجه هم بيقولوها في علم الجينات. تمام. يعني تقصد ان هو علم مش جه عن طريق الفهلوه كده، ده علم تجريبي، مش نظري، مش نظريات. تمام. ده عملي، علم عملي. تمام. تمام. او القواعد دي قواعد هم توصلوا ليها عن طريق النتائج العمليه. تمام يا استاذ.